السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني، يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. تعالوا بقى نعمل الحلويات اللي انتوا شفتوها دي بطريقة سهلة وبسيطة يعني، وبجد يعني حاجة مش مكلفة خالص، وفي نفس الوقت هتفرحي بيها ولادك وهيبقوا مبسوطين يعني. المهم هنا جبت ده نص لتر لبن، حطيت عليه 3 معالق نشا واربع معالق سكر، وقلبتهم كويس قوي، وحبة فانيليا المهم، ورفعته على النار. المهم ايه، وفضلت اقلب فيه لحد ما اداني القوام اللي انتوا شايفينه دوت. انا عايزاه قوام متماسك يعني. المهم ايه، دي الكريمه الكدابه يعني. المهم ايه، بعد ما عملته كده كويس، ده بقى البسكوت بتاع المدرسه احنا بنجيبه بنحوشه. المهم ايه، طبعا الكوبايه ما كانتش نافعه خالص، دي كوبايه فيها حبه لبن دافين. المهم ما كانتش نافعه، فانا قلت اللبن في طبق زي ما انتوا شايفين كده، وهبتدي ان انا انزل البسكوت في اللبن واطلعه ارصه في القارب كده زي ما انتوا شايفين. يعني الطريقه دي جميله قوي 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 وسهله قوي، وفي نفس الوقت البسكوت اللي احنا بنجيبه من المدرسه مش بيتاكل. هندخله في حاجات يعني، بحيث ان هي ايه يعني، تبقى مفيده يعني والولاد ياكلوها يعني. المهم زي ما انتوا شايفين كده، رصيت البسكوت في القارب وهنزل عليه بالكريمه اللي انا عملتها ديت. زي ما انتوا شايفين كده يعني. بصوا، حاجه سهله جميله قوي. هبتدي افرد فيها كده بالمنظر اللي انتوا شايفين، وبعدين هدخله في التلاجة على بال ما اجهز حاجات تانية. تمام، شايفين انا هنا كنت بعمله كده عشان خاطر بس ايه، تفرد معايا في الصينيه كويس. هنا برضو نص لبن تاني، حطيت عليه معلقتين ونص كاستر، واحط عليه 3 معالق سكر. تمام، وهقلبه كويس قوي، وبعدين هرفعه على النار. يعني هدوبه الاول كويس وبعدين هرفعه على النار. اهم حاجه لازم تدوبيه قبل ما ترفعيه على النار، عشان ايه؟ ما يتكتلش معاكي، ميبقاش فيه كتل يعني. المهم هنا بعد ما قلبته كويس، هرفعه على النار وهفضل اقلب فيه برضو، انت مش بتسيبيه عشان ما يكلكعش برضو. فالمهم هبتدي اقلب فيه كده لحد ما يديني القوام اللي انتوا شايفينه دوت، قوام برضو متماسك حلو. هبتدي اخد طبقة بسكوت تاني وهنزل بيها برضو فوق الكريمة اللي انا عملتها، وهبتدي ان انا ارصه كده برضو. الطريقة دي جميلة قوي يا جماعة، والله بجد جربوها هتعجبكم قوي ومفيدة يعني. كل اللي احنا عاملينه ده حاجات مفيدة يعني، حاجات ممكن تكون مثلا مركونة عندك مش بتتاكل، انت بتدخليها في حاجات عشان الولاد ياكلوها يعني. المهم هنا عملت البسكوت بعد ما رصيته، هنزل بقى بطبقة الكاستر كده. وهبتدي ان انا افرد فيها زي ما انتوا شايفين كده. يعني طريقة بسيطة خالص خالص خالص، وفي نفس الوقت هتطلع معاكي حاجة عظمة 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 يعني. بس بعد ما نفردها كده، هسيبها تبرد شوية على بال ما اعمل حاجة تانية برضه. المهم هنا جبت كوباية مية سخنة، هحط فيها. هنا كنت حطيت كوباية مية سخنة وزودت يعني زي ربع كوباية كمان. المهم حطيت فيها كيس جيلي فراولة، وهبتدي ان انا ادوبه كويس قوي كده. هنا دي عندي تفاح وموز، كانوا عندي في التلاجة، قطعتهم بالمنظر اللي انتوا شايفينه دوت، وهبتدي ان انا احطهم فوق كده. كاستر اللي انا عملته، ابتدي ان انا ارصص فيهم بالمنظر ده. المهم لو وصلتوا معايا لهنا ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت واشتراك لقناتي مطبخ نولي، عشان يوصل لكم كل جديد. عايزاكم بقى تدعمونا باللايك والكومنتات حلوه قوي، عشان القناه تكبر بيكم وليكم. المهم هنا بعد ما رصيت الحاجة زي ما انتوا شايفين كده، التفاح والموز، هقوم نازلة بالجيلي اللي انا عملته بالمنظر ده كده. بنزل طبعا بالراحة عشان خاطر ايه، الكريمة ما تكلكعش معايا يعني. المهم بعد ما نزلت بيه كده، هدخله بقى التلاجة او الفريزر. لو انتي مستعجلة عليه دخليه الفريزر، لو عادي يعني دخليه التلاجة. المهم هو مثلا ساعتين 3 وهتلاقيه خلص يعني جمد. هنا بعد ما كانت خلاص بقى طلعتها بقى من التلاجة. بصوا يا جماعة، والله العظيم تحفة 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 يعني، حاجة لذيذة قوي 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 هتعجبكم يعني. المهم هبتدي ان انا اقطعها بالمنظر ده زي ما انتوا شايفين كده يعني، حاجة بصوا واو. متنسوش تعملوا لي بقى لايك، لو عجبتكم الوصفة اعملوا لي لايك. آه
واشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. آه، بس كده شايفين بقى، شايفين الطبقات مع الشكل مع كل حاجة كده كانت جميلة، ولا الطعم ايه يعني، بجد حاجة تحفة يعني، والله بجد جربوها هتعجبكم قوي. شايفين كانت جميلة قوي 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 قوي، بألف هنا يا رب. وما تنسوش تعملوا لي لايك. سلام.